الحكومه هي اللي تضيع لي حقي. مين قال لك ان حقك هيضيع؟ حقك هتاخده على داير مليم. ال 7500 جنيه تاخدهم مني. 7500 جنيه ايه؟ ده فيها تعب محاماه ورق رايح وجاي، مش اقل من 10000 جنيه. بس ده يبقى ربا يا حاج فرج. ما يخصنيش الكلام ده. طب قوم بالسبحه اللي في يدك دي، انا هديك فلوسك معايا في القسم. طب في ايه؟ قوم وربنا تعالى. طب في ايه يا زنبير؟ فلوسك هتقبضها مني. طب نتفاهم. السلام عليكم يا ست تريز. يا زنبير. عليكم السلام يا زنبير. زين باشا. يا زنبير. إلهي ربنا يسترك وما يقهر قلبك على ولية يا رب. ادخل. يما بعد اذنك. انت اكتر يما. وحشتك قوي. وحشتك قوي. وانت كمان يما. حبيبي يا ابني. شدة وتزول يا ولدي. انت كنت عملت ايه عشان تزول يابا؟ بعمل اللي ما يعمل يا مسعد، بس الدنيا ولدي مقفلة معايا بالضبة والمفتاح. هو من متى في حاجه بتقفل قدامك؟ ايه؟ جت لحد عندي الضبه والمفتاح ظهروا. يعني تفتكر يا مسعد لو في حاجة أعملها مش هعملها علشان خاطرك يا ولدي؟ انا ما شايفش حاجه غير اللي انا فيه دلوقتي. معلش يا ولدي، القضية وعرك. يا اما ما فيش حاجه وقر عليه. ولدك اتجنن يا أمين، لا عارف اللي بعمله ولا مقدر أي حاجة. لا حيعرف ولا حيقدر إلا لما تطلعه من هنا. أنا لو بيت تدخل مكانه كنت هعملها. عايز الحق، المفروض أنت اللي تكون هنا. أنت مسؤول إيه يا ولدي؟ أيوة، أنت السبب في اللي إحنا فيه. لو كنت سمعت كلامي وما قتلتش صالح الجناوي كان زمان ولدي في حضني. عندك حق يما. أنت مصدق يا ولدي التحريف اللي بتقول همك دي؟ انا ما مصدقش غير ان انا هنا شيلتك يابا. أموري عاوزة حاجة؟ في ايه يا بابي؟ مالك؟ انا داخله البيت، انت مش عايز تدخلني ولا ايه؟ ما أنا قايل لك قبل كده لو خرجت من البيت ده ما تعتبيهوش تاني. قعدت بايه؟ حضرتك بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ انا داخله البيت، بيتي على فكره. إيه يا صلاح، أنت اتجننت ولا إيه؟ مش عايز تدخل بنتك البيت؟ طب يا بابي ادخلوا جوه بس واتكلموا جوه. اللي عايز يتكلم معاها يتكلم معاها بره الفيلا مش هنا. اهدى يا بابي بس عشان خاطري. مش هتخش البيت ده طول ما أنا عايش، لما أموت تبقى تشرف وتآنس. إيه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ ده بيتها زي ما هو بيتك زي ما هو بيتنا. خلاص اتكلموا معاها أنتوا بقى، بس أنا سايب البيت. لا لا خالص، وعلى ايه؟ انا اللي همشي، بس حضرتك بقى افتكر كويس قوي ان انت اللي قفلت كل البيبان في وشي. عن اذنكم. خش جوه ده. مع السلامة. خش. يلا بتمسكي ده فيها ليه؟ بنت سيبيها تمشي. اما تعرفي تربي كويس تبقى تمسكي فيها. انت راجل مفتري. أنا اللي مفتري، أنا اللي مفتري. طب ادخلوا جوه بس بلاش فضايح قدام مفتري، الشباب. حرام عليك. خشوا جوه. خلاص، ولدي راح، ولدي ضاع. ارتحت يا هتلر؟ اطمنت على حبيبة القلب؟ ارتحت إيه يا أمينة؟ أنا شايل الطين زيك وأكتر. وإيه دخل حبيبة القلب بالموضوع؟ والله قلبي حاسس انك عارف وانك رميت الواد عشان تبعدها عنه. عارف إيه يا ولي؟ ورميت مين؟ انتجي. هتلر اللي البلد كلها تتهز له، واللي يقدر يحط الحكومة تحت باطه، مش قادر يطلع ولده من المصيبة دي زي الشعرة من العجين. كنت عارف ورميت الواد وجبت لنا واحدة من الشارع. لولا ولدك حافظ على شرفك كان زمان شرفك متمرمخ في الطين. كنت عارف إيه يا ولي؟ أنت اتجننتي؟ شفت إيه يا أمينة؟ أنا ما شفتش حاجة، سكينة هي اللي شافت. ولو مش مصدقني سألها. سكينة! سكينة! ايوه سي هتلر. تعالي هنا يا بنت الكلب. ايوه سي هتلر. قولي لي إيه اللي بيجرى في بيتي من ورا ضهري؟ ما حصلش حاجه، ايه اللي بيجي؟ مفيش حاجه. وعزة جلالة الله لو ما قلتي لي ايه اللي شفتيه لكن ذابحك ورمي جتتك لكلاب السكك. انتجي. قول يا سكينة، قولي له الحقيقة، بس قبل ما تقول لك لازم تعرف ان ولدك خايف عليك وما رضاش يقول لك، وحلفني ما اقولكش وخلالك ترسل لنا في قلبنا. انتجي. سي مسعد مظلوم، ما عملش حاجه. انا بعينيا شفت ست هدى خارجه من عنده كذا مره وسمعتها بوداني بتحاول معاه وهو كان بيرفض. سمعت يا هتلر؟ سمعت.
يرتك تقول انك ما كنتش عارف وتطفي النار اللي في صدري. يا ولدي، يا ريت تقول. يا ضنايا، يا ولدي. نورت. اتأخرت ليه؟ توحشتك؟ كيفك يا هدى؟ الحمد لله. شدة وتزول. أيوة، على دي عين شديدة جت هدت البيت كله. لا يا هدى، دي مش عين، زرع شيطاني. حظها المهبب اترمت في تربة محجرة. ايه زرع شيطاني وتربة؟ قصدك ايه؟ لا ما قصديش، مخنوق شوية. بقول لك يا هدى، تعالي نطلعوا على البحر. دلوقتي؟ شممك شوية هوا يردوا فيك الروح، ويردوا في أنا كمان الروح. يلا يلا يا هدهد الجناي. طيب، هروح اغير هدوم واجيلك على طول. لا ملوش لزوم، حط العباية على جدتك كفاية. طيب، ثواني وهجيلك على طول. انت بتعمل فيا كده ليه؟ خسارة يا هدى، كان نفسي أعملك ملكة. من أول ما شفتك وأنا عارف إن أصلك واطي، قلت يمكن بعد ما تتجوزيني تنسي أصلك. عايزة تنجسي البيت اللي قعدت أبنيه بعرق وشقاية. مع مين يا هدى؟ مع ولدي يا بنت الرفضي. مسعد، والله العظيم ما حصل حاجة. أنا كنت بروح له أوضته عشان أواسيه في المحنة اللي كان فيها. هو راح قال كلام لأمه، والله ما حصل، وكبروه. الحمد لله، الحمد لله إن عندي واد قدر يحافظ على شرفي. وأنا كمان حافظت عليه. انت مصيرك الموت يا هدى. أنا ما عملتش حاجة، والله العظيم ما عملت حاجة. مصدقك يا هدى، ولو كنت عملتي حاجة كنت قتلتك بدل المرة 10. انت هتموتي علشان فكرتي بس. أنا حتى ما فكرتش، والله ما فكرت. أنا ما عملتش حاجة.